السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقسيماتي الشهرية. اليوم جبت لكم فيديو جديد. جبت لكم وصفة تاع المسكوتشو. وصفة رائعة جدا، كما راكم تشوفوا تخرج لكم طرية، تخرج هشيشة رائعة. إذا كنتم باغيين تنجح لكم وتخرج لكم بهذا النتيجة، تبعوا معايا الوصفة خطوة بخطوة، وما تراطيو حتى ما تراطيو حتى حاجة، باسكو إذا بدلتوا ولا غيرتوا فيها غادي ما تخرج لكمش. كما تعرفوا كاين أشكال وأنواع، كاين 1000 نوع من المسكوتشو، بصح أنا هذه تخرج لي رائعة جدا. ما تنساوش حبيباتي ديروا لي ابوني، اشتراك قبل ما تبداو في القناه، وتقولوا لي في التعليقات كاش حاجه. دروك نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. شاهدنا هنايا عندنا 6 حبات بيض، تكون متوسطة الحجم، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار بزاف. عندنا 2 لافاني و2 خميره كيميائيه. عندنا 12 مغرف تاع فرينه، هنا الفرينه تكونوا سيحتوها باه ما تجيكمش فيها الحبيبات. وعندنا 10 مغارف تاع سكر، هنا سكر عادي ماشي سكر رطب. وعندنا 5 مغارف تاع الدهان، هنايا هذاك الدهان المارغرين تكونوا ذوبتوها وتكون بارده ما ديروهاش سخونه. وعندنا 3 مغارف تاع حليب، الحليب كذلك يكون عادي زعما بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش حامي باسكو يخسر لكم الوصفة. دروك أول حاجة نديروها نروحوا نفصلوا الصفار على البياض. آه هنايا بعد ما تفصلوا هذاك الصفر كامل على البياض، تروحوا ديروا تروحوا تطلعوا البياض بحده. شوفوا حبيباتي هنايا، قلت لكم باللي ما تنساوش تدعموني وتشتركوا، والمتتبعات تاوعي نقول لكم شكرا بزاف على التعاليق تاعكم، وعلى الدعم تاعكم المتواصل، على التعليقات تاعكم الشابه. يعطيكم الصحه، واللي راه فيها اول مره مرحبا بك في القناه تاعي، ان شاء الله يعجبك المحتوى يا رب العالمين. درك نرجعوا للفيديو تاعنا. شوفوا هنايا بياض البيض تطلعوه غايه بالباتير، صاي تطلعوه غايه حتى يولي لكم شغل، حتى يولي قطعه واحده، ما يوليش هكاك لازم تعرفوه بلي طلع غايه. لازم تطلعوه حتى يولي حتى يولي لكم بياض الثلج. شوفوا انا هنا راني نشوف القوام كي شغل خطره على خطره، حركوا هكاك ميلوا ميلوا الاخر. اذا شفتوها جاريه معناتها راه مازال ما طلع لكمش غايه. المهم هنايا هذه اهم خطوه، لازم البيض يطلع غايه. كيما قلت لكم هنا باه تنجح لكم الوصفه تاعي، شفتوها كي خرجت طريه، باسكو كاين لي مسكوتشو يخرجوا يابسين، وهذه شوفوا طول لكم تقعد لكم 3 ايام 4 ايام تقعد هكاك طريه بهذيك الطراوه تاعها. شوفوا انا هنا كيما قلت لكم خطره على خطره راني نشوف في القوام تاعو حتى نتحصل على القوام المرغوب، باه ما يقعد لكمش بياض البيض بزاف. هي دائما يقعد شويه بياض البيض، بصح زعما الأقل تقعد كمية قليلة. المهم طلعوا غاية حتى يولي لكم أبيض تماما. شوفوا أنا هنايا الغلطة اللي درتها شغل حولته في بول واحد آخر وعاودت هذاك درت كملت فيه الوصفة. نتوما ما ديروش كيما درت أنايا، خلوه منها الأول طلعوه وخلوه في بول وحده باه ما يتكسر لكمش البيض. صاي ونعاودوا نرجعوا نكملوا الوصفة تاعنا. دروك هنايا اش ديروا، تروحوا هذاك الصفار تاع البيض هنايا ديروا قرصة ملح مع هذاك الصفار تاع البيض. هنايا خلطوه شويه وعاودوا نزيدوا السكر هو الاول. راكم تسمعوا فيا، السكر هو الاول، ماشي تروحوا تزيدوا السوائل. زيدوا السكر هو الاول. هنايا السكر تقدروا ديروه دفعه واحده. انا هنايا درت شويه وزدت خلطته، حاولت نذوبه وبها، ومن بعد عاود زدت لافاني، سكر فانيليا تاعنا، وخلط ضربه واحده. شوفوا هنايا في هذه المرحله حاولوا شغل تخلطوا غايه باه يدخل لكم، باه يذوب لكم شويه هذاك السكر في صفار البيض. هنايا اللي ما عندهاش الباتر ما غادي شغل تعيا تضل تطلع في بياض البيض وكاع ما تعيا. المهم قلت لكم هنايا طلعوا غايه ذوبوا غايه السكر في هذاك صفار البيض. وشوفوا حبيباتي اذا راكم باغيين كاش وصفات واحد اخرين ولا كيما اللي راني نديرهم في الجداول، باسكو هذوك الوصفات انا موالفه نديرهم. اذا خاصكم وصفات قولوا لي وانا ندير لكم اللي نقدر عليها طبعا، اللي نقدر نصورها نديرها لكم. هنايا بعد ما دخلنا غاية السكر في بياض البيض، عشان نروحوا نزيدوا الدهان ونزيدوا الحليب. قلت لكم نزيدوا السوائل. هنايا بغيتوا ديروا الحليب بعد الدهن ولا نروحوا ديروا الدهن بعد الحليب عادي، ما يهمش. انا في الخطوتين المهم زيدوا السوائل. شوفوا هنايا راني نذوب في هذاك السكر غايه حتى يتبدل اللون تاع البيض. كان اصفر، شوفوا دروك يولي مايل للبياض. هنا تعرفوا روحكم بلي السكر راه ذايب لكم غايه الغايه.
شوفوا هنايا اي خطوه مهمه جدا، قلت لكم ما تزابيو حتى خطوه، باسكو المسكوتو ما كاين اللي تنفشلها، كاين اللي، وهنا كذلك الطريقه تاع الطيب كذلك تلعب دور مهم جدا، ماشي تقولوا زعما حاجه كل حاجه تقولوا لا هذه نورمال هذه نورمال وكاع. سيرتو الكوشه، سيرتو المسكوتو ما تبغيش شغل ما تبغيش تقعدي تطلعي عليها خطره على خطره، لازم كي ديريها في الكوشه تاعك صاي تبلعي عليها وتروحي وتخليها على الاقل 10 دقائق ولا صح. اللي عندها زده جاي سلكه تغي من برا وتطلع عليها، بصح اللي عندها كوشه تاع الحديد كيما داك الفور تاع الساعه وكاع شويه تنغبن، باسكو ما شغل ما تقدرش تعرفها كي راهي دايره، تخاف لا تنحرق لها وكاع. هذه هي. قلت لكم هنايا راني ندير فيها دوك السوائل، ومن بعد نعاود نروح ندير الفارينه مع الخميره الكيميائيه تاعي. نرجعوا هنا للطريقه تاع الطياب. قلت لكم باللي الطياب هنايا لازم ديروها، شوفوا شعلوا على الكوشه من تحت وعاودوا شو خلوها واحد 10 دقائق وكاع. كي تسيبوا الحواشي تاعكم شغل بداو يحمروا، كي تشوفهم بداو يحمروا عاودوا طفوا عليها من تحت وخلوها طيب لكم من الفوق. طيب باسكو كي تشعلوا عليها من تحت تطلع لكم، وما تطلوش عليها غير طلوا عليها تنفش لكم. شوفوا كاين اللي تنفشلهم وكاين اللي شغل صاي تقعد كيما راهي، ما شغل صاي هذاك الحد اللي وصلت ليه. اللي كنتو مثلا نقولوا طلعت صاي وصلت للنص، كي تشعلوا عليها ويضربها الريح صاي تقعد كيما راهي ما تزيدش تطلع ولا تنفش لكم. هنايا وليت خطرة على خطرة نزيد الفارينة تاعي، وليت ومن بعد درت، شوفوا درت نصف الكمية تاع الفارينة، ومن بعد درت الخميرة، زدت الخميرة الكيميائية زوج تاع خميرة زدتهم في هذاك النصف كاس اللي بقى لي تاع الفارينة، وعاودت زدتها ووليت نخلط فيها غير بشويه. هنا تقدروا ديروا بالملعقة، ماشي شرط ديروا بالباتيرة، هنايا ديروا بالملعقة عادي جدا وخلطوها غير بشويه حتى يولي لكم الخليط متجانس. شوفوا انا هنا الخميره الكيميائيه ما نبغيش نديرها، ما ديروهاش زعما الضربه الاولى كديروا الفارينه، خلوها حتى في المنتصف باه الخميره شغل المفعول تاع الخميره ما يروحلكمش صاي. خلوه ديروا النصف تاع الفارينه وعاودوا خلطوا وعاودوا زيدوا ديروا النصف الثاني ديروا معاه الخميره وكملوا الخليط تاعكم. دروك هنايا بعد ما دخلنا كامل الفارينة تاعنا في الخليط اللي كان عندنا من قبل، نروحوا اخر حاجه اللي هي نروحوا نجيبوا البيض تاعنا ونزيدوه للخليط. شوفوا هنايا شغل دخلوه غير بشويه، ما تخلطوش باه هنايا البيض تاعكم ما يتكسرش كيما الطريقه اللي ندير فيها بطريقه دائريه. ديروه شوفوا دخلوا الموف من تحت وطلعوا صاي. هنايا تقدروا ديروا البيض تاعكم دفعه واحده، ماشي زعما تولوا غير بشويه وتزيدوا، عادي جدا تقدروا ديروه دفعه واحده وتخلطوا باه شغل هذاك اللي درتوه الاول ما يتكسر لكمش. هذه هي. وشوفوا انا هنايا قعدت لي دوك تشوفوا قعدت لي كميه تاع البيض ما طلعت ليش. هنا تقدروا تعاودوا تزيدوا تطلعوها ولا ديروها عادي نورمال، تقدروا تفرغوها تزيدوها. شوفوا انا هنا كنت اخمم قلت زعما نروح نطلعها من بعدها صاي، قلت نخلط وصاي. شوفوا هنا بعد ما خلطتها راكم تشوفوا في الخليط تاعكم كي يولي هكاك داير لكم الزبود صاي معناتها. شوفوا هنا داير الفقاعات معناتها صاي هنا الخليط تاعك راه ناجح جدا. ضربك أنا هذاك البلاطو تاعي اللي فيه 20/30 شاد تروحوا ديروا هنايا. رحت دهنته بالزيت دهنته بالزيت وعاود درت هذاك الخليط كامل وما ظلوش تخلطوا في الخليط صاي. ديروه وعاودوا هزوا هكا شويه البلاطو تاعكم باه يجيكم هنا يجيكم معتدل. وهنايا ثاني اذا كان اذا كان هنا مثلا كانت الكوشه تاعكم مايله ولا ديروا تحتها كاش مخفى باه ما يرهبلكمش البلاطو على جهه. دونك هنا كيما قلت لكم في التزيين درت شوكولاته هنايا تاع مينا عادي اللي كانت متوفره ديروها. انا هذيك فيها 100 غرام كيما كنتوا تشوفوا. وجبت زوج بايت تاع قفريط تاع فانيليا. هنا هذيك شيكولا بالحليب، انا ما نبغيش شوكولاته سوداء. وهنايا درت الاخرى تاعي في حمام مائي، درت شيكولا تاعي في حمام مائي راكم تشوفوا هنا كي ولات. شوفوا هنايا شوفوا ديروا الماء خلوه حتى يغلى غايه وديروا ديروا الطبسي تاعكم فوق هذاك ديروا الطبسي تاعكم فوق الطاوة. وهنا ما تخلوش الماء يتوشي لكم الطبسي باسكو هنا عفوا هنا الشوكولاته تنحرق لكم صاي. ما تخلوش الماء يتوشي، لازم الماء ما يقعدش يتوشي في الطبسي تاعكم. وهنا شوفوا ما تخافوش منها، نزلت لها الحليب باه نخففها شويه باسكو هذيك الشوكولاته تجيك شغل تجي متماسكه جدا. هنايا شوفوا هنا ما بغيتش نقرا لكم الخطوات كي كنت نذوب باسكو كاين اللي خاف من الشوكولا ويقول لك صاي خسرت لي مين يزيدوا لها الحليب شغل تولي تتعلق. هي لا قعدي تخلطي ما تحبسيش، لازم تقعدي غير تخلطي وخطره على خطره شوفي القوام تاعك حتى يولي لكم كاع صافي. دونك هنا انا قعدت نشوف في القوام جاني شويه مازال متماسك، قعدت نزيد له في الحليب خطره على خطره نزيد الحليب ونخلط ما نزيدوش دفعه واحده.
وحتى وصلت للنتيجة اللي راني باغيتها، حتى وصلت للقوام تاعي. ومثلا اذا غلطتوا وزدتوا رواحكم، زدتوا الحليب بزاف وجاتكم جاريه، باسكو كي تكون جاريه بزاف كي تكون خفيفه كشغل المسكوتو تاعكم تشربها وتتعجن لكم من الداخل. هنايا قلت لكم اذا غلطتوا وجاتكم جاريه بزاف تقدروا تخلوها هنايا، خلوها 5 دقائق ولا تعاود تنشف لكم، ومن بعد خدموا بها. هنا كل التزيين، طريقه التزيين كل واحد وكيفاه. كيما هنا حاولت ندير لها الكوفريت والشوكولا. كاين اللي بغى يدير لها كاين اللي بغى يدير لها المعجون الكونفيتير مع الكوفريت، دير لها الكونفيتير مع الكاوكاو. المهم كل واحد والطريقه تاعو. انا المهم عطيت لكم لا باز تاعي هي العجينه. ومن بعد عاود كيما شوفوا هنايا البلاطو تقدروا ديروها في دوك البلاطوات مدورين، تخرج لكم طالعه وتخرج لكم شابه. شوفوا انا هنا ما طلعتليش غايه باسكو كشغل اختي الصغيره راحت حلت لي عليها، وشغل حلت لي عليها وكانت مازال ما طلعتش. نتوما تخرج لكم حتى الفوق، هذاك البلاطو تطلع لكم حتى للفوق. هنايا حاولت نهود كاع هذيك الشوكولاته، وعاودت فوتها كاع على البلاطو تاعي. شوفوا انا هنايا كشغل ما درتش الشيكولا كاع، خليت شويه هذيك تالي باسكو كاين من افراد الاسره اللي ما ياكلش الشيكولا. وكل واحد طبعا الماكله اذواق، ما تجيش تقولي لواحد لا كل بس هذيك الحاجه، ولا كل واحد والذوق تاعو، كل واحد شي يبغي ياكل. كما قلت لكم انا حاولت نفوت كاع الشيكولا نديرها بطريقه كشغل معتدله. فوت كاع الشيكولا عليها، وعاود دريت فوقها هذاك القفريت اللي كان عندي. هنايا ما تحاولوش ديروا كميه قلت لكم كبيره، عادي تقدروا تخلوها بالشوكولا. المهم هنايا طريقه التزيين كل واحد وكيف يبغي يزينها. انا حاولت نعطيكم اهم النصائح. كما قلت لكم حاولت نعطيكم اهم النصائح باه تنجح لكم الوصفه تاعنا. ان شاء الله يا ربي تكون نالت الاعجاب تاعكم، وان شاء الله يا ربي تنجح لكم. اذا تبعتوا شوفوا اذا تبعتوا الخطوات اللي قلتهم لكم مستحيل ما تنجح لكمش الوصفه هذه، باسكو ناجحه مليار في المئه ومعتمده من اللي كنت صغيره نديرها وتخرج لي ناجحه. هذه هي. في فيديو آخر إن شاء الله. وكما قلت لكم ما تنساوش تدعموني باشتراك بلايك بتعليقات، وتشاركوا الفيديو مع أحباباتكم ومع اللي تعرفوهم، باه القناة تاعنا تنجح لنا وتكبر لي. باسكو والله العظيم راني نتعب بزاف، والشغل ما يطلع لي القناة بزاف، ما شغل مكاش مكافئ على التعب اللي راني نتعبه. راني نتعب أكثر من اللي راني نعمل، معليش هذه هي. ربي يقدرنا وربي يصبرنا. وفي فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة، خليكم مع النتيجة.